الشيعة طائفة كبيرة اتعرفوا تاريخيا بشيعة علي. مصطلح وكلمة شيعة مقصود بيه شيعة 12، لأن الشيعي بيشوف إن في 12 إمام مفترض طاعتهم، ده غير إنهم عندهم معتقدات غريبة وكتير جدا وطقوس بيمارسوها غريبة وكلنا بنشوفها في الفيديوهات، إنهم بيجتمعوا في مكان واحد كده بيقعدوا يشرحوا في نفسهم ويضربوا نفسهم. طب يا ترى الناس دي معتقداتهم إيه بالظبط؟ وليه بيمارسوا الطقوس الغريبة دي؟ أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم. ما تنساش في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. اكيد طبعا كلنا سمعنا عن الشيعة. طب يا ترى الشيعة دول مين بالظبط؟ وايه حكايتهم وازاي بداوا؟ وايه هي معتقداتهم؟ وايه الطقوس الغريبه اللي احنا بنشوفها في الفيديوهات دي؟ ويا ترى ليهم اماكن مقدسه؟ انا بقول بقى نخش في الموضوع ونظبط اتجاهنا مع بعض وتعالوا نشوف. في البدايه كده خلونا نبدا ونعرف مين هم الشيعة دول. في الاساس ان الشيعة كانوا مسلمين عاديين جدا زينا زيهم. لما حصلت مشكله في الخلافه مع الامام علي تشيعوا للامام علي، يعني هم وقفوا في صف الامام علي، فمن هنا جت تسميتهم شيعة، يعني تشيعوا للامام علي رضي الله عنه في الخلافه. لكن مع الاسف بقى عملوا مذهب ليهم خاص واتطور الموضوع وخرجوا من مله الاسلام اصلا. يعني حاليا الشيعة دول اوعى تقول ان هم مسلمين. اولا لا يمتون للاسلام بصله، وعندهم قرآن هم كاتبينه بايديهم مش القرآن بتاع المسلمين. ويقال تاريخيا ان هم ظهروا سنه 11 هجريا بعد وفاه النبي عليه افضل الصلاه والسلام، والكلام ده كان في شبه الجزيره العربيه. ونتيجه للصراعات اللي كترت في عهد سيدنا علي رضي الله عنه ظهرت الشيعة باعداد كبيره جدا. واكيد طبعا كلنا عارفين ان الصراعات اللي حصلت بين سيدنا علي والزبير بن العوام ومعاويه بن ابي سفيان كان في خلافات ما بينهم. في الفتره دي بقى الناس تشيعوا للامام علي رضي الله عنه وسموا نفسهم شيعة. بعد وفاة سيدنا علي اتبعوا الإمام الحسين إن هو الابن الأكبر لسيدنا علي وخلوه الخليفة بتاعهم، واتبعوه لحد وفاته. يقال ان عدد الشيعة لحد يومنا هذا حوالي 400 مليون شيعي، اماكن مختلفه في العالم وابرزهم ايران. يعني ايران معقل الشيعة. اكيد طبعا الناس دي مسيطر عليها فكره ان مذهبهم ده هو المذهب الصح، وان اي مسلم تاني لازم يخش في مذهبهم عشان ربنا يرضى عنه. هما يعني حاطين افكار ومعتقدات ان مذهبهم ده طلع اصلا قبل النبي عليه الصلاه والسلام. انا ما اعرفش الناس دي بيجيب الكلام ده منين. طب لما هو المذهب بتاعكم ده موجود قبل النبي عليه الصلاه والسلام ما سمعناش عنه يعني قبل النبي، ولا في اي مدونه مكتوب عن مذهبكم ده قبل النبي عليه الصلاه والسلام. والناس دي بتعتقد ان النبي عليه الصلاه والسلام في اخر ايامه عين علي رضي الله عنه خليفه على المؤمنين، وان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه خدها منه. الناس دي بتخرف تخريف جامد قوي، لان سيدنا ابو بكر تعين خليفه على المسلمين بمشوره من المسلمين نفسهم. الجماعه بتوع الشيعة دول مؤمنين بحاجه اسمها الاثنى عشر امام، واولهم طبعا سيدنا علي و11 تانيين، وال11 التانيين من اولاد سيدنا علي، وانه مفترض طاعتهم. والكلام ده بيقولوا يعني ده بالنص السماوي، وان ال12 امام دول المرجع الرئيسي والاساسي لكل المسلمين من قديم الازل، وان الشيعة عددهم قليله عن اهل السنه. وتم اضطهاد المذهب ده في شتى العصور. في عهد الدوله الامويه مثلا تم تهميشهم، وفي عهد الدوله العباسيه تم قتلهم ونفيهم، وده طبعا نتيجه لان مذهبهم مذهب غير حقيقي ومذهب وهمي وهم مؤلفينه. ولحد النهارده ان هم مضطهدين من المسلمين، وفي كتير من الدول الاسلاميه بيمنعوا دخول الشيعة، وكمان بيمنعوهم حتى لو دخلوا يمنعوهم من ممارسه طقوسهم. والشيعة متواجدين في بلاد كتير، باكستان والهند والعراق واليمن، وفي منهم في تركيا واذربيجان. واكيد طبعا الناس دي مضطهده لان هم بيمارسوا طقوس معينه، والطقوس دي بتدل على ان هم يعني معلش مخهم ضارب. مثلا بيجتمعوا في يوم عاشوراء، اليوم ده عندهم يوم عيد، وبيجتمعوا في مدينه كربلاء. واكيد طبعا كلنا عارفين مدينه كربلاء في العراق. بيقعدوا يضربوا نفسهم بقى ويجيبوا السيوف والسنج وسكاكين وغيرها من السلاح الابيض ويشرحوا نفسهم، لانهم معتقدين ان هم السبب في مقتل الحسين. وطبعا سيدنا الحسين من احد الائمه بتوعهم، فعشان كده بيأنبوا ضميرهم بقى ويشرحوا نفسهم. وان التشريح بقى والضرب والكلام ده كله بيعملوه ندما على مقتل سيدنا الحسين في موقعة كربلاء. بيشوفوا ان الصوم اليوم ده مكروه، يعني مش ملاحظ ان هم ماشيين عكسنا تماما. احنا كمسلمين بنصوم اليوم ده يوم عاشوراء عشان ربنا نجى سيدنا موسى من فرعون، لكن هم بيعتقدوا ان احنا بنصوم اليوم ده فرحانين لمقتل سيدنا الحسين. مش بقول لحضرتك الناس دي مخها مش موجود اصلا. الشيعة بقى لهم اماكن كتير مقدسه. في مكان مقدس ليهم في المدينه في البقيع، لكن الحكومه السعوديه بتاخد اجراءات مشدده جدا بحيث ان هم ما يقدروش يعملوا اي طقوس في المكان ده، او حتى ان هم يزوروه. مدينه كربلاء مثلا مقدسه ليهم لان فيها قبر سيدنا الحسين وقبر سيدنا العباس بن علي، ده غير مدينه النجف، وفيها مقام الامام علي. ومارسه الطقوس الغريبه والحاجات اللي احنا عمرنا ما شفناها من المسلمين السنه. يبقى بذمتك بقى دول مسلمين؟ خدنا فكره مختصره كده عن مين هم الشيعة والطقوس الغريبه اللي بيعملوها، خدنا فكره عن الاماكن المقدسه بتاعتهم. يا ريت بقى حضرتك تفكر ان هل دول فعلا يمتون للاسلام بصله ولا لا. اصدقائي الاعزاء، شكرا ليكم ولمتابعتكم. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. والسلام ختام.